السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد سعيد وده السابع يوم من Elevate Yourself Day by Day، والنهاردة هنتكلم عن أهم 15 موقع من الذكاء الاصطناعي لازم تكون عارفهم. أول واحد معانا هو أدوبي إكسبريس. أدوبي إكسبريس شبيه بكانفا وممكن تشتغل بيه نفس الحاجات اللي أنت بتشتغل بيها على كانفا، في برضو كل المقاسات وكل السايزز المختلفة اللي تقدر تشتغل بيها، سواء أنت عايز تعمل لوجو أو عايز تعمل تصميم مثلا صميم يوتيوب أو أي حاجة أنت عايز تعملها. بعد كده في شوية مميزات تانية مش موجودة في كانفا، زي ان انت مثلا تحذف الخلفية او تعمل ريموف باك جراوند. مش هتبقى مضطر ان انت تروح لموقع خاص بان انت تعمل بيه ريموف باك جراوند، بعد كده تاخد التصميم وتروح توديه على كانفا وبعد كده تشتغل بيه او اي برنامج تاني تعمل بيه ديزاين مثلا او غيره زي فوتوشوب او غيره. فهنا انت تقدر تشتغل بيه على طول من غير ما تروح لموقع تاني وبعد كده تروح تاخد التصميم بتاعك وتشتغل بيه. تاني واحد وهو ليه اسمين، شوبيفاي دوت كوم او هاتشفول، وده موقع جميل جدا. كل اللي بيعمله ان هو بيعمل لك لوجو مجاني، ممكن تختار الحاجات اللي انت عايز تعملها او ايه هو الكلام اللي اللوجو بتتكلم عنه، وتحدد مثلا كل حاجة انت عايز تعمل اللوجو ده في مجال التك او عايز تعمله في الجيمز او تصميم انت عايز يكون شكله عامل ازاي. تختار بقى كل حاجة وتكتب الاسم وتكتب الاسم بتاعك مثلا، اسم البراند اللي انت عايز تكتبه او اسم البيزنس بتاعك، وبعد كده تقول له جنريت او تقول له ان هو يعمل لك اللوجو الخاص بيك. هتلاقيه طلع لك كذا نتيجة للوجوهات، هيطلع لك حوالي 10 لوجوهات، تختار ما بينهم واحد اتنين، تختار ل10 براحتك. كمان تقدر تعمل اديت للوجو من عليه، تغير الالوان بتاعته او تغير الخطوط، وممكن تغير التصميم نفسه، وبعد كده تقدر تحمل التصميم مجاني بالكامل، وده احسن حاجة فيه. تالت موقع معانا هو ايكون دوك. ايكون دوك ده من افضل المواقع اللي ممكن تجيب منه ايقونات، او ان انت تجيب ايقونات بس تشتغل بيها في التصميم بتاعك او تعمل بيها اب ديزاين او تعمل بيها ويب ديزاين. تقدر تجيب بيها كل الايقونات اللي انت هتحتاجها في التصميم بتاعك، وكمان تقدر تنزلها بكواليتيز مختلفة. اندرو ده افضل موقع من حيث الالستريشنز او اللي هي زي ما كان ستوري سيت بيجيب منه برضو، لان ده كمان ممكن تغير في الالوان بتاعتهم كلهم مش واحد بس. التاني كنت انت بتتحكم بكل واحد فيهم لوحده، وكمان في illustrations اكتر بيطلعها لك على عكس ستوري سيت، وده موقع مجاني بالكامل مش هتلاقي فيه حاجة مدفوعة، فبالتالي تقدر تنزل كل واحد فيهم بالكواليتي اللي تعجبك سواء SVG او PNG. رقم 5، ماكس كيت. ماكس كيت ده تقدر تنزل من عليه ستوك فيديوز او فيديو تمبلتس مثلا لو تشتغل عليها، او تنزل عليه ساوند افكت لو عايز تضيفها للفيديوهات بتاعتك في المونتاج، او تنزل منه ستوك ميوزك برضو. كل ده تقدر تستخدمه في المونتاج بتاعك في الفيديوهات بتاعتك او في التصميمات بتاعتك لو انت برضو كونتنت كريتور يعني. سادس موقع معانا هو رانواي ام ال. رانواي ام ال ده عبارة عن موقع جامد جدا للفيديوهات عموما، بيحول لك كل حاجة. الفيديو خاص بالفيديوهات بشكل كبير جدا، وكمان للصور في كمية تولز جميلة جدا بين الصور والفيديوهات. ممكن تجيب التكست تحوله لصورة أو تكست لفيديو، كمان تقدر تحول من صورة لفيديو أو غيره. في أدوات جميلة جدا، ممكن تكتب سبتايتلز أو اللي هي عناوين على الفيديوهات بتاعتك، ترفع له الفيديو هو يعمل لك عناوين. وهنرفع برضو في مواقع معينة للحوار ده برضو أحسن منه، بس رانواي ام ال من أفضل المواقع في مجال الفيديوهات عموما، وفي تولز كتير جميلة جدا في الذكاء الاصطناعي خاصة بالفيديوهات والكلام والصور. سابع موقع معانا هو path.tv، وده هو اللي انت بترفع له الفيديو بتاعك ايا كان مقاسه، مش زي ساب ماجيك. ساب ماجيك بترفع له الفيديو لازم يكون ريل او تيك توك، ما ينفعش ترفع له اي فيديو عادي باي مقاس مختلف، فده افضل منه في الحتة دي، لان انت بترفع له اي مقاس عندك في اي فيديو عندك عادي جدا، وهو بيبدأ يجنريت الكلام اللي هيتكتب على الفيديو. بتدوس على سبتايتلز، ده شغال بالذكاء الاصطناعي، هو بيجنريت لوحده الكلمات اللي هي مكتوبة او الكلام اللي بيتقال، وكمان بيدعم اللغة العربية وبيدعم اللغة الإنجليزية، بيدعم لغات كتير جدا. تقدر تختار اللغة اللي هو اللي انت بتتكلم بيها، وهتلاقي ممكن يضيف لك برضو لغتين مع بعض عادي، إنجليزي مع عربي مثلا، وهو بيسمع وبيكتب لك الكلام. لو لقيت فيه أخطاء ممكن تعدلها، زي مثلا ما أنا لقيت فيه غلط في إليفيت فرحت معدلها أنا بنفسي عادي. هو بيقعد شوية يحمل وبعد كده تقدر تراجع عادي على الفيديو وتتفرج عليه براحتك. تقدر كمان تغير الخط اللي موجود عندك، تقدر تغير حجم الخط نفسه، تقدر تتحكم في لون الخط، تقدر تتحكم في كل حاجة تخص الخط ده، وكمان تقدر تنزل الفيديو بجودات مختلفة. بس ال 1080 مدفوعة بس، لكن الباقي عادي ممكن تنزل الفيديو بصيغة 720. تقدر برضو تضيف افكتس للخط بتاعك عادي، وتعدل على الصوت والصورة، وممكن تعدل على الفيديو كله كمان. بس دي اهم تول موجودة فيه.
تعمل موقع معانا هو steve.ai، وده موقع مختص بالفيديوهات عموما. ممكن يعمل لك فيديو من مجرد كلام انت كتبته، سواء فيديو عادي او فيديو انيميشن، وبيكتب لك كمان الكلام اللي انت تكتبه له او اللي انت تقول له يكتبه لك، او هو كمان بيديك تمبلتس تكتب له عليها. كل ده بيتم بالذكاء الاصطناعي. بيعمل لك هو الفيديو اللي انت عايزه، بتختار انت عايز يكون ايه هو شكل الفيديو او ايه الكونتنت بتاعه. تقدر تعدل بعد كده على الفيديو كمان وعلى الكلام اللي موجود وعلى الخط وعلى كل حاجه. ممكن تاخد منه سكريبت زي ما قلنا، ممكن انت اللي تكتب السكريبت وبعد كده هو بيكتب السكريبت ده عليه موجود على الفيديو. ممكن تستخدمه عشان تعمل فيديوهات انيميشن بسيطة مثلا من غير ما تتعب نفسك، وهيكون موضوع لذيذ وسهل. كل اللي انت تعمله انت هتكتب السكريبت بس بتاع الفيديو وتظبط شوية الحاجات اللي انت عايزها تكون ظاهرة في الفيديو وهو هيساعدك. بتختار ديزاين ستايل، وبعد كده بتختار برضو انت عايز شكل الكلام نفسه يكون عامل ازاي، وبعد كده هو بيقعد يحمل شوية وبيجهز الفيديو بتاعك. وبعد كده تقدر تعدل على الفيديو زي ما انت عايز تضيف ترانزيشن، عايز تغير اللون، عايز تغير شكل الخط، عايز تغير لون الخط، عايز تغير اي حاجة في الفيديو، فانت تقدر تغيرها عادي جدا من الشريط اللي عندك على الشمال. تقدر تضيف فيديو فلتر برضو، تقدر تضيف اي حاجة، تقدر تحذف اي حاجة مش عاجباك. بعد كده تختبر وتشوف الفيديو، تتفرج وتعاين الفيديو نفسه. بعد كده تقدر تحمله عادي جدا. تقدر كمان ترفع فيديو من عندك او صور من عندك وتعدل عليها. تاسع ويب سايت معانا هو morph.ai. morph.ai ده عبارة عن موقع بيحول لك التكست او النص لكلام او فويس، وهتلاقي فيه كذا فويس اوفر. تقدر تتحكم في الفويس اوفر اللي انت عايزه، او هو يتكلم بشخصية مين مثلا، او عايز تعرف طريقة الكلام نفسها تقدر تغيرها. وبعد كده بتسمع وتشوف اللي انت كاتبه ده عجبك ولا ما عجبكش. ما عجبكش هتغير مثلا الفويس اوفر. في منه جزء مجاني وفي منه جزء مدفوع. اختار الفويس اوفر اللي انت عايزه. كمان بيدعم اللغة العربية وبيدعم برضو اللغة الانجليزية وجميع اللغات تقريبا اللي موجودة. تقدر تختار انت عايز راجل ولا ست، تختار الفويس اوفر بقى اللي انت عايزه وتعمل بيهم فيديوهات او تركبهم على فيديوهات. ممكن كمان ترفع له انت فيديو وهو يعدل على الصوت، او انت تختار مثلا فويس اوفر مختلف غير الصوت اللي موجود. ممكن تعمل بيه فيديوهات عموما يعني. ممكن ترفع له سكريبت موجود عندك اصلا وهو يترجم الكلام ده ويشتغل بيه. بعد كده عندنا ناتشورال ريدر، وده برضو فويس اوفرز موجوده كتير ويعتبر احسن كمان من مورف دوت اي اي. بترفع له برضو السكريبت بتاعك او بتكتب له الحاجه اللي انت عايز تكتبها، وبعد كده بتختار الفويس اوفر اللي انت عايزه، سواء برضو راجل او بنت، وهو برضو بيترجم لك وبيقول الكلام ده بالذكاء الاصطناعي، بيحول لك النص لكلام. وبرضه ممكن ترفع له السكريبت او ان انت تحمل السكريبت اللي انت كتبته اصلا هنا عادي على الجاهز. بعد كده عندنا كوبي دوت اي اي، وده ممكن تستفاد بيه عن طريقين. اول حاجه ان انت تستخدمه كأن هو اسيستنت، اي اي اسيستنت مثلا، بتكلمه عادي كأنه زي بو او شات جي بي تي، وهو بيجيب لك برضه شويه معلومات ويكتب لك حاجات برضه بالذكاء الاصطناعي. زي مثلا لو انا سألته على الاي اي تولز هتلاقيه كتب لي كذا تول للاي اي او للذكاء الاصطناعي يعني. برضه ممكن تستخدمه بان انت تعمل بلوج، او لو انت مثلا بلوجر عايز تكتب حاجه او بتنزل مقالات على النت مثلا، فانت عايز تكتب مقاله معينه، فبرضه بتساله وبيجيب لك المقاله نفسها. وانت كمان ممكن تعدل على المقاله دي، تضيف اللي انت عايزه، تحذف اللي انت مش عايزه. فبرضه من اهم المواقع اللي هنحتاجها. برضه ممكن تلاقي عليه تمبلتس جاهزه اصلا، مقالات مكتوبه وجاهزه برضه هتستفاد منها انت كمان لو انت قريتها، او ان انت هتاخدها وتوظفها عادي انت تشتغل بيها بعد كده. وهتلاقي مقالات في جميع المجالات. بعد كده عندنا موقع تايني واو. تايني واو ده عبارة عن موقع فيه جميع التولز اللي موجودة في البي دي اف او الايمج او الصور او الرايت، الكتابة عموما، او الفيديوز او الملفات. تلاقي فيه كمية تولز رهيبة ان انت مثلا تحول بي ان جي لبي دي اف او جي بي جي لبي دي اف. ممكن كمان انت تحول البي دي اف نفسه لملفات تانية. ممكن تحول النص ده برضه حاجات ملفات اكسل مثلا، او اكسل تحوله لبي دي اف. في حاجات كتير جدا موجودة في الخمس مجالات دول. بعد كده عندنا موقع فلاتر فلو. فلاتر فلو ده من اهم المواقع لو انت مهتم بالاب ديزاين مثلا. لو انت عايز تعمل برنامج ومن غير ما تكتب كود برمجة، فبالتالي الموقع ده هيساعدك جدا. تقدر تعمل برنامج بالسامبلز كمان اللي موجودة عندك، وتغير فيه اي حاجة مش عاجباك مثلا، وتضيف الحاجات التانية انت عايزها. وبعد كده هو بيجهز لك الابليكيشن، وكمان تقدر تجرب الابليكيشن نفسه. بس عشان تحمل الابليكيشن وتشتغل بيه، او ان انت تحطه على الاب ستور او على مايكروسوفت ستور، فهتضطر
هتضطر انت تدفع فلوس، لان انت كده كده هتستفاد منه، او انت هتكسب منه كده فلوس من وراه، فبالتالي عشان تحمله لازم تدفع انت كمان. لكن انت تقدر تعمل بيه الديزاين، وممكن مثلا تعمل بيه ديزاين تستفاد بيه وتجربه، وحد تاني مثلا لو انت تعرف حد، او انت كمان بتعرف تبرمج او تعرف تعمل اب عموما، يعني انت مهتم اصلا بمجال الاب بروجرامينج، فتقدر تعمل الاب ده بالبرمجه. بس انت كده كده شفت الديزاين اللي انت عايز تعمله، او انت بتجرب الديزاينز مثلا اللي انت عايزها، هتلاقي فيه برضو تولز كتير جدا عشان تغير في الديزاين اللي انت عايزه، سواء بقى انت تضيف تكست او تضيف صورة او تضيف اي حاجة انت عايزها، تغير حاجة تضيف عمود مثلا. ممكن كمان تشوف كل حاجة انت هتدوس عليها توصلك لايه، كمان عامل لك خريطة كاملة. لو حد مثلا كتب الايميل بتاعه، لو داس انتر هيديله ايه بعد كده. كمان ممكن تعمل اب للموبايل او اب للديسكتوب او لللابتوب او للتابلت على حسب الاحجام اللي انت عايزها. فموقع فلاتر فلو هيكون من اهم المواقع للاب ديزاين او الاب ديفلوبمنت. بعد كده عندنا موقع durable.co. durable ده عبارة عن موقع بيعمل لك موقع. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عايز تصمم موقع من غير ما تتعب وتفضل تبرمج وتعمل وبتاع، وعمال بتلف بقى عشان تعمل موقع ومش عارف، فهتخش على الموقع اللذيذ ده يعمل لك موقع بالذكاء الاصطناعي. هتكتب له اسم البيزنس بتاعك، وهتكتب له انت بتتكلم عن ايه، مثلا انت عايز تعمل الموقع ده عبارة عن ايه، في مجال ايه بالظبط، وهتلاقي هو عمل لك تصميم للموقع. تقدر تعدل عليه كمان، تضيف اللي انت عايزه وتشيل اللي انت مش عايزه، تغير الكلام، تضيف لينكات مثلا التواصل بتاعتك، هتعمل كاستمايز. وبعد كده تقدر تشتغل كمان وتغير اللينك بتاع الموقع ده، او تغير الدومين بتاع الموقع نفسه، وتختار انت كمان تكتب الدومين اللي انت عايزه. بس لازم تسجل على الموقع علشان تعرف تاخد المميزات دي، تقدرش تشتغل عليه وانت جيست يعني. اخر واهم موقع في السلسله دي كلها هو insider.ai. ليه بقول ان هو اهم موقع فيهم كلهم؟ لان هو فيه كلهم حرفيا. انت تقدر تلاقي عليه اي موقع للذكاء الاصطناعي، هتلاقي فيه اكتر من 300 تول للذكاء الاصطناعي اللي انا اتكلمت عليهم واللي انا ما اتكلمتش عليهم كمان. هتلاقي في كل المجالات، بتختار المجال اللي انت عايز فيه الموقع، وبعد كده بتدور هتلاقي كاتب لك نبذه مختصره على الموقع نفسه، وهتلاقي حاطط لك لينك الموقع وصوره من الموقع. يبقى انت تقدر تشتغل بيه في اي مجال انت عايزه للذكاء الاصطناعي. والله هتلاقي في السوشيال ميديا، هتلاقي برضو شات اسيستنت اي اي، هتلاقي برضو للارت والايمج، هتلاقي للماركتينج، هتلاقي في الديزاين، هتلاقي في البروجرامينج، هتلاقي في كل المجالات. فده موقع ما ينفعش تفرط فيه. وبعد كده هتلاقي في كمان الاي اي اكاديمي. الاي اي اكاديمي دي عباره عن كورسات، او هتلاقي مقالات تقدر تقراها برضو للذكاء الاصطناعي. كورسات هتلاقيها من جوجل، كورسات شات جي بي تي، تقدر تقراها برضو وهتستفاد منها جدا. وعندنا جزء طبعا لاخر الاخبار للذكاء الاصطناعي. وطبعا ما تنساش تتابعني على كل المنصات عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.